طبعا تعادل منتخب مصر الاولمبي النهارده في افتتاح مشوار اولمبياد باريس مع دوله الدومينيكان. وطبعا في ناس متفاجئه ازاي تتعادل مع الدومينيكان، تقريبا اضعف فرقه في المجموعه، امال هتعمل ايه قدام اسبانيا؟ وازاي تتعادل مع فرقه اساسا شوف التصنيف الاولمبي بتاعها عامل ازاي وانت التصنيف الاولمبي بتاعك عامل ازاي. كل الكلام دوت اقسم بالله العظيم هري. انت ممكن تتعادل او تخسر من اي فرقه عادي جدا حتى لو هي خارج التصنيف الكروي، لو عندهم بس شويه لعيبه عندهم اساسيات كره القدم. لان انت عندك لعيبه ما تعرفش يعني ايه اساسيات كره القدم، مش بس في المنتخب الاولمبي، ده كمان تقريبا في كل المنتخبات الوطنيه. حتى في الدوري المصري انت عندك لعيبه اساسا ما بتعرفش تلعب كوره. واساسيات كره القدم مش انا استلم واسلم اساسا معليش اي ضغط واسلم اللعيب جنبي على بعد 50 سم واقول لك برافو عليك ده عارف يستلم وعارف يسلم كويس. لا، اساسيات كره القدم اساسا حاجه كبيره جدا، منها اساسا ازاي اتمركز في الملعب، ازاي افضي نفسي في الملعب، ازاي اعمل اسكان اساسا قبل ما اللعيب اللي قصادي يعمل لي الباص. لازم انا اعمل اسكان للملعب اشوف نفسي فاضي من ضغط عليا، اللي ضغط عليا دوت ضغط عليا من ناحيه الشمال ولا من ناحيه اليمين، عشان اعرف انا هستلم امتى وهستلم ازاي، برجلي الشمال ولا هستلم برجلي اليمين، وازاي هعدل وضعيه جسمي، ازاي اتمركز في الملعب، ازاي انتشر في الملعب. كل الكلام دوت بيتحط تحت خط اساسيات كره القدم. انت ما عندكش الكلام دوت، مش بس في المنتخب الاولمبي، ده تقريبا في كل المنتخبات. حتى المنتخب الاول في لعيبه ما تعرفش تعمل الكلام دوت، وفي لعيبه بتتكشف اساسا تحت بسم الله الرحمن الرحيم ضغط. اول ما بيتضغط عليها ضغط عالي ولا ضغط قوي على طول بيفقد الكرة بمنتهى السهولة. ان انت ما بيعرفش امتى يستلم وازاي يستلم، وامتى يستلم برجليه الشمال وامتى يستلم برجليه اليمين، وازاي يحط الكرة تحت رجله، وازاي يحجز بجسمه عشان يحافظ على الكرة تحت رجله وما يضغطش وما تتقطعش منه. فطبعا انت عندك مشكلة كبيرة جدا في الكرة المصرية، واي حد هيقابلك، اي فرقة هتقابلك عندها الاساسيات دي، انت معرض بسهولة كبيرة جدا ان انت تتعادل او تخسر. زي النهارده عادي جدا قدام فرقه محترمه اسمها الدومينيكان، اول مره نسمع عليها اصلا مش نشوفها بتلعب كوره. عندها لعيبه محترمه بتعرف تستلم وتسلم بشكل كويس، عندهم اساسيات كره القدم. عملوا عليك ماتش جامد، كانوا افضل منك فنيا في اغلب فترات المباراه، كان الاقرب ان هم يفوزوا عليك. النهارده نفس الكلام. لو قابلت فرقه زي اوزبكستان عملت مباراه كويسه جدا النهارده قدام اسبانيا، اقوى فرقه في المجموعه. طبعا انت واخد المجموعه وحظك ان انت واخد المجموعه تصاعدي، يعني قابلت الاقل في المجموعه اللي هم الدومينيكان، بعد كده اوزبكستان افضل فنيا شويه من الدومينيكان، بعد كده هتقابل اسبانيا. برضك انت ممكن تتعرض عادي جدا من التعادل او الخساره قدام اوزبكستان، تيجي بقى قدام اسبانيا عشان انت فرقه عشوائيه. هنعمل زي كل مره بنلعب قدام فرقه كبيره، سواء بقى في منتخب الشباب، منتخب الاولمبي، منتخب الناشئين، المنتخب الاول. لما بنلعب فرقه كبيره بننكشف، بنعتمد بس على شويه الحماس وشويه الها والهي على راي قفشه، لكن ما بنلعبش كوره. هنيجي قدام اسبانيا تلاقي ان هم مستحوذين طوال 90 دقيقه، الاستحواذ 75 ل 25، وهم ضاغطين عليك ضغط عالي من اول دقيقه، وهجمات من الشمال واليمين، وانت بقى بشويه حماس وشويه روح ونقول عليكم رجاله، وفي الاخر نخسر 2-0 وتلاقي نفسك نقول لك شكرا مع السلامه. نستناك بقى ان شاء الله في الاولمبيات اللي جايه بعد 4 سنين، نشوف بقى انت هتعمل ايه ويبقى شكلك عامل ازاي.